ولسه معاكم النهارده في ريد كاربت ايجيبت اوسكار للمهرجان ايجيبت اوسكار، ومعانا الاستاذه رضوى النبراوي، ناقد سينمائي. اهلا بيكي يا استاذه. اهلا بيكي حبيبتي. شرفتينا النهارده في المهرجان. انا اللي سعيده جدا بيكم والله، واجمل لقاء معاكم. سعيده جدا. اشكرك جدا. كلمينا عن تكريمك النهارده في المهرجان ووجودك مع استاذ عادل عمار. بصراحه استاذ عادل عمار ده استاذي معلمي الفاضل، ما بخلش عليا ابدا باي نصيحه في مجال النقد الفني. كان معجب جدا بمقالاتي الفنيه الخاصه بالمسلسلات والممثلين، وكان بيدعمني جدا جدا، لدرجه كان بيدخل يعلق على كل مقال ليا، وهو اللي طلب مني، قال لي انا استاذنك، انا عايزه اكرمك، ان هو كان مؤمن بقدراتي النقديه في الفن، وشكرا جدا ليه ان هو اتاح لي الفرصه السعيده دي. احنا اللي بنشكره جدا ان احنا كمان اتعرفنا على حضرتك النهارده. استاذه رضوى، انا عايزه اسالك ليه دايما معظم الفنانين ما بيقبلوش النقد؟ بيكون سببه ايه؟ بصي، هو طبعا بيبقى في نقد بيحصل، بس بيبقى في نقد بناء ونقد هدام. النقد البناء اني انا مثلا اكون اقول مثلا ده ممثل شاطر وكويس، بس يجي في حاجه معينه ما كانش فيها قد كده يعني. تمام. ممكن يزعل منها، بس دي هو ملوش حق ان هو يزعل، هو حق ان هو يسمع النقد البناء مش الهدام، ويستفيد منه ويتدارك الاخطاء اللي هو وقع فيها. يعني حضرتك تنصحيهم بايه معظم الناس اللي هي ما بتتقبلش النقد وبتشوف ان ده ما كانش صح ان هو يتقال، او ان هو عمل دوره باكمل وجه؟ طبعا كل واحد في شغله بيأدي دوره على اكمل وجه. تنصحي بايه اللي هو ما بيقبلش النقد وبيهاجمه؟ هو بصراحة مش هيبقى في مصلحته بعد كده ان يسمع للنقد البناء ويستفيد منه. ليه؟ علشان يتدارك الاخطاء اللي هو وقع منها. اما النقد الهدام بقى، او ان هو يقلل من قدراته الفنية، هو ده اللي ما يسمعلهوش خالص. بس هو علشان يكبر نفسه اكتر يسمع للنقد، يشوف الناس اللي بتقول والله انت غلطت في النقطة الفلانية، لا ده ما كانش صح يحصل، يتدارك المواضيع دي بعد كده. المفروض ان كل واحد يسمع للنقد البناء وليس النقد الهدام. اشكرك جدا استاذة رضوى.